السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهاردة يوم مختلف وفيديو مختلف، اول مرة من مطبخي. يا رب مطبخي بقى ايه، محدش يعايب عليه ويقول ام وعد مطبخها. مطبخي زي مطبخ بسيط بتاع المصريين، زي اي ام مصرية. يا رب اكون عند حسن ظنكم بيا. هعمل ايه النهاردة؟ هعمل لنين عيني سمك. وعد طالبة مني النهاردة تاكل سمك، فطبعا ما ينفعش ان هي تطلب مني حاجة وانا ما اعملهاش. وخرجت بنفسي النهاردة كمان، انا جبت الحاجة. فين ام آية؟ زمانها هتخبط دلوقتي وهتيجي، ما تقلقوش. البصل بتاعي وادي الخضرة بتاعتي نقحتها في شوية خل وليمونة كده بقشرها. شايفين يا حبايب قلبي؟ حاجتي كلها جايبها صبحة. وادي السمك بتاعي، بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله. شايفين يا حبايب قلبي تنظيفي؟ شايفين؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الخلطه بتاعت السمك طبعا انتوا شطار وكلكم عارفينها. راس توم، كزبره ناشفه، كمون، طبعا السمك روحه التوم يا حبايب قلبي، وخل وليمون يا حبايب قلبي. ولا حطيت بهارات سمك ولا حطيت اي حاجه. السكينه بتاعتي محمياها، ماليش دعوه بسكاكين ست ام آية. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله. مين بقى النهارده هيكبر خاطري ويحط لي لايك وشير ويشترك في القناة؟ يا رب يكبر خاطركم يا رب زي ما بتكبروا خاطري. هعمل رز وهعمل سلطة وهعمل السمك ده. وطبعا آية هلاقيها بتخبط، آية بنت قلبي هلاقيها بتخبط دلوقتي وجايالي. ايه يا منمن؟ محدش شافك يا منمن، انت فين؟ ووعد حبيبة قلبي وبنعمل السمك. وقلت يا حبايب قلبي تشاركوني يومي لأول مرة من مطبخي. السمكة الكبيرة أنا بشققها، السمكة الصغيرة ما بشققهاش يا حبايب قلبي. بس هو كله بيشرب من الايه، من التتبيلة. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. صلوا على النبي. ربنا يكبر خاطركم زي ما بتكبروا خاطري، ويصلح حالكم ويهدي الشباب كلها يا رب، ويرجع الغايب ويصلح الحال ويفرح الولاية كلهم. واللي ما اتجوزتش تتجوز، واللي بتحب ربنا يهدي لها حبيبها يا رب يا رب، وتهدي العاصي يا رب، وتهدي البلاد كلها، وتهدي الناس العربية كلها لبعض يا حبايب قلبي. ويا رب كده. وسلامي سلامي لأهل السعودية والأهل اليمن يا حبيبتي يا إيمان، وحشتيني وحشني كلامك الجميل يا حبيبتي. سلامي ليكي ولأولادك ولحبايبك يا إيمان. وسلامي لأم وعد من السعودية، سلام كبير قوي قوي قوي. ده انت عندك وعد حبيبة قلبي ونن عيني يا حبيبتي. ربنا يصلح حالها يا رب ويفرحك بيها يا حبيبة قلبي ويصلح الحال. بنتكلم على جبر الخواطر. اللي بيكبر خاطر الناس ربنا بيكبر خاطره بكلمة حلوة، بسؤال. مش شرط ان احنا نكون محتاجين حاجة من بعض يا حبايب قلبي علشان نسأل على بعض. السؤلان يا حبايب قلبي ان احنا نود بعض. والله ما حد محتاج حاجة من حد، ويا ست لو حد محتاج حاجة من حد وحاجة فايضة، ايه المشكلة؟ هتبقى ايه المشكلة يعني ان احنا نكبر خاطر بعضنا؟ احيانا الواحد بيبقى في شدة تعبه او في شدة الامه بيبقى محتاج الحبايب يسألوا عليه، حتى لو بكلمة بتفرق والله. ممكن وجهة نظر تانية ان انا مش عايزة شايل للناس همي، كل واحد في اللي مكفيه. احترم وجهة النظر ديت برضو، انتوا فاهميني. بس لو ما جاتش من الحباب السؤلان الواحد بيزعل، الواحد بيزعل بجد. طب ما عرفوش يا ام وعد ان انت فيكي حاجة؟ ما مش شرط ام وعد اللي فيه، في ناس كتير قوي فيها حاجات وما بتتكلمش يا حبايب قلبي. ايوه بتقول ايه؟ كتر الكلام يعني ايه، مش هيشيل الناس الهموم، كل واحد فيه همه اللي مكفيه. بس والله برضو حبايب قلبي، انا في الرأي ومش في الرأي، بس الواحد ساعات في تعبه بيبقى محتاج ايه؟ السؤال. الدقة دي اللي فاضت طبعا مش هنرميها يا حبايب قلبي. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله.
ايه رايكم في حنفيتي بقى وفي حاجتي، وحاجتي كلها قريبه عن ايدي، ويا ست ام ايه روحي، ويا ست ام ايه تعالي. طبعا انا كل حاجه هنا حبايب قلبي دبلت السمك وهسيبه في التتبيله، وهخرط البصلايه بتحت الايه، بتحت الرز حبايب قلبي. زي ما بنقول جبر الخواطر، اللي بيجبر الخاطر ربنا بيجبر خاطره. نسأل على بعض، مش شرط ان احنا ايه مستنيين من بعض حاجة. ايه يا حبيبتي، ايه يا روحي؟ عندي حساسية وهاكل سمك. خايفة. ايه؟ عندي حساسية وهاكل سمك. لا ما تخافيش، الحمد لله هي مش حساسية، هي مش حساسية. يا سلام، ايه يا وعد، انت جيتي على الوجع يا وعد. ها؟ انت هتخليني اعيط يا وعد؟ ها؟ امال ايه يعني؟ امال ايه؟ فهميني. شغلتك الناس بتحبيها. ايه؟ شغلتك الناس بتحبيها. فعلا يا حبايب قلبي، فعلا هاني الود. لا بجد يا وعد انا هعيط كده، والساده المشاهدين هيزعلوا مني، وانا ما بحبش اكون نكدله. ها حبايب قلبي، هخلص البصلايه وارجع لكم وانا بقلي السمك معاكم. ورجعت لكم يا حبايب قلبي بعد ما خلصت الرز وقليت السمك. ادي الرز بتاعي اهوت، بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. وادي السمك يا حبايب قلبي، وعامله طبق سلطه لقلب امه لوحده. ليه يا ام وعد؟ قلب امه ما بيحبش الايه يا حبايب قلبي الخضره على السلطه، فانا عامله له طبق سلطه لوحده. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. اتكلمنا على جبر الخواطر، اللي بيجبر خاطر العبد ربنا بيجبر خاطره. يهمني ايوه سؤالك عليا، مين قال كده؟ ويهمني سؤالك عليا. السؤال المودة والرحمة والحب والحنية، مادام دول ضاعوا راحت كل حاجة يا حبايب قلبي. ليه ما نسألش على بعض؟ ما قلتيش، ما فيش حاجة اسمها ما قلتش، ما فيش حاجة ما بتتعرفش، كله بيعرف. لكن بتسألوا عليا وقت ما يبقى في مصلحة. ده كانت حكاية حبيبتي اللي بتكلمنا عليها وبتاخد رأيي فيها يا حبايب قلبي. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. خلصت حاجتنا وخلصت حكايتنا مع قلبي، مع حبايب قلبي. وكان أول مرة النهاردة تصوير من مطبخ منمن. يا رب تكتبوا وتقولوا لي يا رب ما اكونش ضيفة تقيلة عليكم. حبايب قلبي اجبروا خاطري باللايك والشير وفي الاشتراك في القناة. حبايبي بحبكم في الله.